مجموعة من اللاعبين اللي في المنتخب هم أبنائي في كرة القدم، يعني منهم مروان سعدان، منهم أزارو، منهم مجموعة من اللاعبين اللي كانوا معايا بحال بن عبيد، أنس باش، يعني مجموعة من اللاعبين كلهم تتربطني معهم علاقة كبيرة، ويعني تيشرفوا كرة القدم المغربية. يعني حملوا المشعل في دوريات كبيرة، وحملوا المشعل كذلك في مسابقات، وحاملين القميص الوطني وصلوه لهذا المستوى. وشرف كل مغربي أن هاد اللاعبين ينتميوا لكرة القدم المغربية، يعني يستحقوا الأفضل ويستحقوا الخير، وتنكلم كل الاحترام والمحبة. ولكن غدا عندي رغبة كبيرة باش نكون إن شاء الله فائز، ولكن يعني هذا الشيء ما تنقص من المودة اللي بيننا والاحترام اللي بيننا. بعد صافرة النهاية تكون هناك تهنئة بيننا. خصائص اللاعبين بطبيعة الحال لاعبين مميزين، يعني أي مدرب يتمنى أن يكون عنده لاعبين بحال هاد اللاعبين، ولكن كرة القدم فيها أشياء أخرى وعوامل أخرى خلال المباراة اللي ممكن أنها ترجح كفة منتخب على منتخب آخر. أتمنى أن المقومات تاع الفوز تكون عندنا، ونكونوا قادرين على أننا نحصلوها غدا إن شاء الله باش نتوجوا بهذا اللقب، لأنه تنسحقوا من خلال هذا المشوار اللي قطعناه في هذه الدورة هذه إن شاء الله. آخر سؤال تفضل. العاطفي والمهني صراع الانتماء يعد جمال السلامي من أبرز المكونين في الكرة المغربية، وإشارته إلى أن لاعبي المغرب هم أبناؤه ليست مجرد مجاملة بل حقيقة واقعية، فقد أشرف على تدريب وتطوير العديد منهم في فئات الشباب أو في الدوري المغربي، مثل حقبته مع الرجاء والفتح الرباطي. التحدي الموقف يمثل ذروة الاحترافية ضد العاطفة. السلام يحاول هنا إرسال رسالة مزدوجة، الأولى للاعبيه في الأردن بأنه مخلص لمشروعهم، والثانية للمغاربة بأنه لم ينس جذوره ولكن عمله يقتضي القتال ضدهم. 2. تحليل لغة الخطاب. الرغبة في الفوز والتتويج. عندما يقول مدرب لدي رغبة كبيرة بالفوز، فهو يستخدم لغة التحفيز بالندية. منظور نقدي. قد يبدو التصريح تصادميا للبعض، لكنه من الناحية التكتيكية ذكي جدا. هو يعلم نقاط قوة وضعف هؤلاء اللاعبين أبنائه أكثر من أي مدرب آخر. تصريحه بالرغبة في الفوز هو إعلان حرب رياضية شريفة ترفع الضغط عن لاعبيه الأردنيين وتطهو على عاتقه هو كمدرب يعرف الخصم جيدا. 3. تقييم الواقعية المنطقية. هل يمكن للأردن الفوز؟ بناء على المعطيات الكروية الحالية، المنتخب المغربي يمتلك ترسانة من النجوم وخبرة مونديالية عالية، مما يجعله الطرف الأقوى على الورق. المنتخب الأردني تحت قيادة السلامي يعيش حالة من الطموح المتصاعد، خاصة بعد الوصافة الآسيوية التاريخية. النتيجة المنطقية رغم العاطفة تظل الفوارق الفنية تميل للمغرب، لكن معرفة السلامي الدقيقة باللاعبين المغاربة هي السلاح السري الذي قد يقلب الموازين في مباراة واحدة نهائي. 4. تساؤلات نقدية لتحفيز تفكيرك. هل الأبوة الكروية تمنح السلامي أفضلية تكتيكية، فهم سيكولوجية اللاعب، أم أنها قد تشكل ضغطا نفسيا عليه يجعله يتردد في اتخاذ قرارات قاسية أثناء المباراة؟ هل تصريحه بالرغبة في التتويج هو طموح واقعي مبني على خطة، أم هو مجرد تصريح لرفع الروح المعنوية قبل مواجهة خصم يتفوق فنيا؟ الخلاصة: التصريح يجسد أجمل ما في كرة القدم: الوفاء للمادي المهنة، والولاء للمعنوي الأصل. السلامي لا يخون مغربيته برغبته في الفوز، بل يشرف المدرب المغربي بإثبات كفاءته أينما حل وارتحل، حتى لو كان ذلك على حساب منتخب بلاده في إطار رياضي بحت.